هتاكلوا ايه النهارده؟ ما تيجوا بدل الفسيخ ورنجة نعمل سمك مشوي في البيت في الفرن طعمه خطير، واكيد بدون ما نعمل في البيت دخان ولا ريحه شوي ولا زفاره سمك. ده كيلو من السمك البوري مغسول ومتنضف كويس جدا وخليته على جنب يتصفى. الخضار اللي استخدمته للحشو والتتبيله بتاعه التغطيه بتاعه السمك كان عباره عن بصل وطماطم وفلفل حار وبارد وكرفس وشبت وليمون وتوم. بعد كده نيجي للتتبيله اللي تبلت بيها السمك، والتتبيله دي استخدمت فيها توم، واخدت من الخضار اللي استخدمته في التتبيله فلفل حار وبارد وهريسه شطه، وطبعا كنا حضرناها مع بعض قبل كده اكتر من مره. وطبعا ضفت معاهم من البهارات ملح وكمون وكزبره وشطه. بعد كده ضفت معاهم خل وليمون. وانا دايما في التتبيلات بفضل ان انا استخدم الهون، بحس ان هو بيديني كده نكهه حلوه قوي افضل من البروسيسور او الكبه. طبعا تقدروا تستخدموا اللي انتوا حابين انكم تستخدموه. وهرست كل التتبيله مع بعض كويس جدا لغايه ما وصلت للقوام ده. وطبعا لو حابين انكم تضيفوا زيت تقدروا في الخطوه دي انكم تضيفوا عليها الزيت. بعد كده باخد التتبيله وبضيفها على الخضار اللي انا كنت مقطعاه. كميه الخضار دي مش هنستخدمها كلها في الحشو، بس هنستخدم نصها، وهقول لكم هنستخدم النص التاني في ايه. وبقلب الخضار في التتبيله كويس قوي لغايه ما بتاكد ان كل حبات الخضار اتقلبت كويس جدا واتبلت بالتتبيله. وبعد ما السمك بيكون اتغسل واتصفى كويس جدا بحشيه بالخضار والتتبيله اللي انا كنت محضراها. طبعا حجم الخضار وكميته بتكون راجعه لكم، يعني اذا حابين خضار كتير تقدروا تزودوا، حابين قليل تقدروا ان انتوا تقللوا. بعد كده بحشي كل السمك بالخضار المتبل كويس جدا، وببتدي ان انا اغطيه كويس قوي في الرده. والخطوه دي مهمه قوي ان احنا نتاكد اننا غطينا السمك كويس جدا بالرده من فوق ومن تحت وعلى الاجناب. بقلبه في الرده كويس جدا واتاكد انه اتغطى كويس قوي بالرده. في الوقت ده كنت مشغله الفرن من فوق ومن تحت على درجه حراره 200. طيب اذا الفرن عندكم مش بتشتغل من فوق ومن تحت، اول حاجه بنشغل الفرن على اعلى درجه حراره وبنسيبها لمده من 10 دقائق لربع ساعه لغايه ما تسخن كويس جدا. بعد كده بنشغل الشوايه وبندخل السمك. واختياري قبل ما ندخل السمك جوه الفرن بنبتدي اننا نستخدم اما بخاخه زيت او اننا بنغطيه بالفرشه كده بشويه من الزيت، يعني معلقه زيت على كل سمكه كده، بحيث بس ان هي توحد اللون بتاع الشوي وتطلع كلها واخده لون الشوي الحلو. ودي خطوه اختياريه، لو حابين انكم تلغوها وتدخلوا السمك جوه الفرن بدون استخدام اي زيت تقدروا تعملوا كده. لكن اهم حاجه بنتاكد اننا بندخل السمك جوه الفرن والفرن بيكون متسخن كويس جدا. والسمك بياخد على كل جنب في الفرن تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. بعد كده بنقلبه على الجنب التاني وبيكون استوى، وبنطلع السمك من الفرن وبنكون مجهزين له خلطة التتبيلة اللي هنستخدمها ليه. بعد كده ببتدي ان انا اجهز ورقتين من الفويل، واحده بتكون بالطول وواحده بالعرض. طبعا لو مش متاح فويل تقدروا تعملوا كده في الصينيه، لكن الفويل افضل في ان هو بيكتم التتبيله جوه السمكه. اخر خطوه بنعملها هي اكتر خطوه بتدي للسمك طعم، وهي خطوه التتبيله او التنكيه اللي بنعملها للسمك. وبناخد فيها الخضار والتتبيله اللي احنا كنا مستخدمين نصها، بنستخدم النص التاني بتاعها، وبنبتدي اننا نضيف عليها تقريبا نص لتر من الميه المغليه، وبنبتدي اننا نقلبهم مع بعض كويس. وضوء التتبيله في الوقت ده يعني لا يفضل ان يكون ملحها زياده شويه. بعد كده بنغطي بيها السمك، وبنبتدي بعد كده اننا نقفل السمك على الفويل على